انا لو لفيت الدنيا بحالها ايوه مش هلاقي ضفرك يا ام عبد الوهاب. كده عندكم في الصعيد اسمه صباح والنيم جميل. قبل اي حاجه انا عاوز اسال سؤال واحد بس، احنا في الصيف ولا في الشتاء؟ عشان انا متعلق في النص. انا اشغل المروحه او التكييف ابرد، يعني اطفيهم واقعد كده هوب انا قاعد بنص حران هموت من الحر. فانا اعمل ايه يا جدعان؟ والله العظيم تعبت يعني. طب البس بطانيه، احط بطانيه عليا واشغل التكييف؟ هلا والله العظيم يا اخوانا انا بقيت مستغرب من نفسي. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، خمسه عليا خمسه عليا يا جدعان. انا مبهور بيا، يعني بمنتج فيديو وبسجل فيديو في نفس الوقت، فانا مش عارف الاقي وقت الكلام ده من فين الصراحه. بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا ماشيه معايا اليومين رغم اني تعبان والله. يمكن مش عارف لو اخدت بالك العصايه اللي ورا دي رجلي تعبان، يعني بمشي على العكاز حرفيا. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، رب صحه وسعاده. مش هطول عليكم، هحكي لكم القصه بتاعتي كده في اخر الفيديو. هنخش في الفيديو على طول، بس قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه ويلا بينا. بدور عليك وهلاقيك حاضر. واجيبك راكع على رجليك. طب انا عملت ايه طيب؟ مين اللي بيصوت؟ خليك تقول لي انا بموت فيك. هقول سالمين. سالمين ازاي؟ انا اتخضيت في الاول في يا عم مش كده يا عم، انا اترعبت. انت مش متخيل الكلام ده بيرعب ازاي الساعه 2 3 بالليل. يا دين امي باه. انت شايف الكميه ايه ده؟ استنى ده بينزل زلط. ايه ده؟ دي طحينه دي. يا نهار ابيض، يعني كل ده في السخان؟ انت عارف انا كنت بعمل ايه؟ ده انا كنت بعمل مصيبه والله العظيم. انا كنت احيانا بفتح الميه السخنه باخد منها ميه سخنه اللي هو ايه بلاقي شاي، الميه بتبقى نازله بتغلي، فاللي هو بدل ما استنى واسخن بفتح بملى على طول. انا كنت بشرب من الميه اللي زي كده. انا عندي السخان ما اتفتحش بقاله كام سنه، بقاله يمكن 10 سنين ما اعرفش عنه حاجه. يا رب استر. كمل، ده لسه بينزل. يا لهوي زلط والله يا جدعان. والمشكله ان انا قاعد في بلد الميه فيها املاح معدنيه عاليه، فانا ما اعرفش طب ده هو ده طبيعي يا جدعان؟ والله العظيم حاجه تخوف. يعني هم كانوا مخزنين في حاجه اكيد، مش للدرجه دي يا عم. واحد كاتب بيقول وانا اللي كنت بعمل بالميه بتاعته اندومي على السريع. يا نهار ابيض، ما نفس القصه بتاعتي اصلا. لا هي بترقص كده ليه؟ بتعمليها ازاي؟ مش رقص بنات، لا لا. المكنه دي هيحولها، ما انا عارف الفيديوهات دي، بس التصوير في حته تانية اصلا. يا ابن اللعيبه حتى الكلب ما حلتوش. طب ايه طيب؟ بس انا افتكرت هيعمل حاجه في المكنه، والله افتكرت هيتعدل عليها. طب الكلب ذنبه ايه في الليله دي؟ انا اشتغلت مع احد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا، وفجأة تدين بشكل غريب. بص يا جماعه، عشان نبقى على الدغري كده، من اكتر الفيديوهات المحرقه في الدم، واعتقد ان انت شفته على التيك توك والسوشيال ميديا اصلا عموما. فحاول الم الموضوع باختصار لان فيديو مستفز اصلا. يعني من الفيديوهات اللي هي ايه، ما تعرفش انت تحس ان هي اول مره تشوف الاسلام، يعني اول مره تعرف اسلام، انك عايشه في مصر معانا. يعني زعلانه عشان المخرج ساب التمثيل وساب كل حاجه. المخرج مش الممثل، ساب كل حاجه ووقف الشغل وراح يصلي. زعلان عشان كده يا جدعان. بحيث ان الاذان يدن في كل اذان الكاميرا دايره، سيب الكنترول وسيب الممثلين وينزل. والله الاذان اشتغل، انا هوقف واخلي يخلص اذان ونكمل. 2000 years later. ولازم العمال كلها وراه ويقف امام ليهم يصلي مع كل صلاه. الاذان قام يدن، فوقفنا نستنى الاذان يخلص عشان الصوت بيوصل لنا جوه الاستوديوهات مهما كان في عزل. ماشي. الاذان خلص وخلص وخلص. ايه هو المخرج فين؟ وعمال اقول ايه يا استاذ فلان، محدش بيرد. رحت خارجه بره، لقيت في الديكور بره ناس كتير بيصلوا.
هي متفاجئه ليه؟ انا عاوز افهم انت يا جدعان مش عايشه معانا في مصر، طب هي ديانتها ايه ولا ايه الدنيا؟ والاستاذ عامل امام ليهم ولازم في ميعاد الصلاه. يا نهار ابيض، احنا بعيد قوي يا اسطى. ان الصلاه كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، فكل ده طيب ايه؟ فين الايات دي؟ طب خلص المشهد وفي اوضتك وصلي، لكن تعطل الاستوديو كله ده عمرنا ما كنا بنشوفه. ده التغيير بقى اللي حصل في المجتمع. يعني انهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ تغيير ايه يا عم؟ يا عم ده الواقع، انت هتجننيني. ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. ما لو في غير كده تبقى مصيبه. مصر اقسم بالله يا جدعان ربنا مبارك لنا في مصر، والحمد لله عايشين مصريين بسبب ان احنا الناس بتصلي. في ناس مؤمنه كتير وناس غلابه كتير. من زمان في ناس كتير بتصلي، بس لما تروح بيتها تصلي في البريك. ده اللي انا قلته بقى، ان الايات دي ما يعرفوش عنها حاجه، ما هم اعتقاداتهم حاجات تانية. لا ده طبيعي عندهم عادي. اوضتها مقفول عليها بتصلي، في وقت ما عندكش مشهد انت حر تصلي. يعني احنا مش ضد كل واحد يمارس طقوسه الدينيه زي ما هو عايز. بما هي ديانتها ايه؟ مسيحيه؟ ما احنا ما عندناش غير كده في مصر، يا مسيحي او مسلم. بس ما فيش مسيحي بتتطاول عندنا بالطريقه دي، ما فيش يا اخوانا. لا يتعارض مع شغلك، مش توقف الشغل عشان ميعاد الصلاه. ما كانش ده بيحصل عمره. ففعلا حصل تغير في المجتمع غير مفهوم للاسف. يعني راجل يقول انا لما امثل محدش يلمسني، طب يا عم يعني لو مثلا لا كفايه مش هكمل لان معلش يعني. طب هي ليه معترضه على حاجات زي كده ومش معترضين على الملطه اللي بيملطوها في الفيديوهات في كل حاجه يعني، في البرلمانات، في اي حاجه بيطلعوا ملط. ده عادي كده. انا فهمت خلاص يا جماعه. لا احنا المفروض ما نجي دعوه، خليهم في حالهم احسن. عاوز اعمل شعري بروتين. البت عبله عملته مع ان فتلت ان انا اعملها، بس عشان راجل يوم الصباحيه كده ما يصحاش يلاقي شعري قابل. كان يا عم استني، هو ايه ده؟ بروتين ايه؟ هو انا اللي في وشها ده فعلا هي عامله؟ هو ايه ده؟ اي ده صح؟ يا رب يطلع اي غوريلا يزدغف. البت عبله اتجوزت الولا وليه بنت ابوه ده قال عمل لها جاب لها فستان الفرح لونه كرومبي، فستان كرومبي طرحه كرومبي بسوتسه مش بربطه. لا ايه ده؟ لا انا هخش ادور اتاكد. ده لو بجد الياما قربت توم يا جدعان. ده خفت في. لا بجد ايه كل ده؟ في ايه والله؟ ايه ده؟ ده ايه كميه الشباشب دي كلها؟ يا نهار ابيض، ده لو سوق جمعه مش بعمل كده. يلا يا كروان سمعهم. صاحبتي صاحب شيطان اللي جنبه كل يومين اروح سكران، امي تبكي وابويا حيران وانا مش شاغل دماغي. العجله بدات تدور، عركه في عركه بقيت مشهور. انا بحاول اقلد اللي جنبه ده. Very sorry for my mistake. Sorry for my urban volcano. هو بياكل لبان. Very sorry that I loved you. وانما انا بدور على حاجه في بقه. يا ابن الله يعرفك. I suffered much to let it go through. Sorry as my heart was your. هو فاهم الاغنيه بتقول ايه اصلا؟ يا ابني ابوس ايدك، واحد في الفيديوهات كاتب الفيديوهات دي بتوصل بره مصر ما هتبقى مصيبه فعلا والله العظيم. انتوا المفروض تكتبوا الفيديوهات، تكتبوا الكومنتات بالانجليزي. شغل دماغك كده، معناه كده ان الفيديو ده بره مصر مش تبعنا يا جدعان. حلو يا ولد. واخدين بالك ثاني؟ انت تاخد بالك بيحرك العصايه ازاي؟ ده لو فلتت هيزعل فعلا. هل بت في يوم يا ظالم روح يا عم بترد فيه ما ظالم ابيض حدا كل مظلوم. وانما انا حاسس ان هو بيخبط في ايديه بس ماسك نفسه. ده حس ان ده ساموراي. ده ساموراي، دي رياضه تانية يا جدعان مش تعقيب. ده اسود على كل ظالم. انا كل ده مستني تخبط فيه بجد. مش عارف ايه اللي انا فيه ده، جننوني. عشان الباشا محمد ابو هاشم والباشا باشا، ولا انسى الحاج سيد وتلينيا
وناس الصعايدة وناس حكومة جد. تحية لكل الصعايدة في جميع محافظات مصر. انا عاوز اتكلم. هو واكل شطه، هو بيعمل كده ليه؟ انا اول مره اشوف الحاجات دي اصلا. يا جدعان انا من الصعيد يا جدعان، مفيش الكلام ده والله. انا اول مره اشوف حاجه زي كده. تعالى فين؟ تعالى مش جاي. هاجي اعمل كده قدام الناس ازاي يعني؟ الراجل اللي واقف وراه بيبص لك باستغراب اصلا، يقول لي ايه ده مجنون. انا تمام يا ماما، ما تقلقيش عليا، انا مش عايشه لوحدي، عايشه معانا. انا عايش معايا جراحي والامي واوجاعي اللي ما بتسيبنيش لحظه اعيش لوحدي. يا لهوي عليا. دمتم سالمين، دمتم حزنانين. سهرتنا يا اخواتي بعد الشغل. لا لحظه واحده، ركز كده معايا في المكونات. يعني نوعين مشروب من قدام، في شمامه او حاجه كانتالوكتا دي من ورا. هو المشروب في العموم 5، انا شايف 5 قدامي. في فول، لب ابيض، لب اصفر، لب سوري، اسود، مكسرات، فول مقشر تقريبا، كاجو او ما اعرفش اسمها ايه الصراحه، مش فاكر اسمها. بس يعني قعدة ابو لهب دي. طيب يعني كل ده ومش لاقي تاكل؟ هم يا جدعان لحظه، هي دي بتاعت العيد؟ لسه يا عم لسه بدري. طبق فستق، وطبق مكسرات مشكل، كاجو على عين جمل على فستق على بندق، خلطبيطه بسم الله ما شاء الله، وسوداني. هو لحظه، هو قال غدانا يا اخواتي النهارده؟ قالها. ولب ابيض، ولب سوبر ماشي، ولب سوري ماشي، ومقرمشات، قلنا مقرمشات، وحاجه ساقعه، موسى بالفراوله، موسى اسمه فحاء، وموسى بالرمان، وموسى بالتفاح، وموسى بالخوخ. انا عارف ان محدش يعمل لي لايك عشان السهره بسيطه، بس مش مشكله الحمد لله. بسيطه ايه؟ ده القعده دي في المستريح مكلفه لها 1000 جنيه، ونعمل شويه الحاجات دول داخلين في 1000 جنيه. يعني الكاجو والمكسرات والخلطبيطه دي غاليه يا جدعان، والمشاريب دي ده كده انت غلبان يا نهار. ناس تيتا كلنا. بتجري على ايه؟ الله استنى، انا فهمت يا جدعان. انا بعشق الحاجات والسفاري والرحلات، يا رب اكرمني يا رب افوق بس من اللي انا فيه ده، وانا هكسر الدنيا. هو النعمه معاه يوم في البيت. ايوه انزل والنعمه مش مهم. انزل يا لهوي على كميه الاغراء اللي انا فيها يا جدعان. انا عاوز صيف. لا كده خلاص دخلنا على الصيف ده. انا مش هطلع من حمام السباحه. مش هكدب عليكم، انا قاعد في بلد ما فيهاش بحر. خمنوا بقى انا قاعد فين. اخيرا لقيت رياضه اقدر افوز فيها. انا عارفها، ما بعملش غيرها اليومين دول بالذات. يعني اللي يصحى يخسر. يا نهار ابيض، حد معاه منوم وانا اخش التحدي. ما عنديش انا اكل فحلين بصل واروح اتعامل معاهم. عاوزة اعمل شعري بروتين. ده بيومي فؤاد. البتاع بلا عملية. انا فرحانه قوي يا ماما، يبقى يجنن الفرح. هي مين دي؟ ده عارفها انا منها بس عشان الراجل يوم الصباحية كده ما يصحاش يلاقي شعري قابل اكني غوريلا. اغنية حلوة. الاي اي خرب الدنيا يا جدعان والله.
وانا ممكن اخد كوبي رايت على الاغنيه دي؟ عجبتني. ايوه مين دي؟ اشرف عبد الله. عايزين عالي هنا. انا فهمتهاش دي. اعملوا فولو يا جدعان. هي الله الاغنيه جميله بس انا خايف اخد عليها كوبي رايت فعلا. منظري ما شبهش اللي كانت قاعده عندك في المصنع اللي حاطه الاحمر والاخضر والازرق والبنفسجي. دي بتقلد عبله كامل. بس انا عاوز اعرف حاجه، ما هو اللي بيعمل الفيديوهات دي يعني بيجيب الشخصيه الكاركتر في الحقيقيه ويطبق عليها، ولا بيجيب الكلام ويحطه؟ انت بتعمل الفيديو ده ازاي بجد؟ عامله زي عروسه المول، بس انا حني شعري بس وابقى اصبى من بنات. حتى ده يا وليه بعد العمر ده كله مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه. ده انا لو لفيت الدنيا بحالها مش هلاقي ضفرك يا ام عبد الوهاب. عاوز اقول لك ان هو في المسلسل كله كان قاعد يثبت فيها، ما بتاخدش غير تثبيت ولسانه حلو. ايه كميه الذهب دي بجد؟ طب قول لي تاني يا ام عبد الوهاب. ده انا لو لفيت الدنيا بحالها ايوه مش هلاقي ضفرك يا ام عبد الوهاب. يا اسطى انت اللي عامل الفيديو ده في حاجه في دماغه والله العظيم مش طبيعي. يعني مركبها بطريقه، وفي واحد كاتب في كومنت لا انا عايش في حضانه ابي والتاني لا انا عايش في ايه، في بامبرز ابي. والله العظيم يا جدعان اللي بيعمل فيديوهات ده مش طبيعي فعلا. اهلا رمضان اهلا رمضان اهلا رمضان جانا يا جدعان. انا حاسس من دلوقتي باجواء رمضان، الناس كلها حواليا بتصايمه وفي ايام مش عارف 10 اوائل. فانا طبعا بسبب ازمتي المنيله بنيله دي ماليش علاقه طبعا، لازم تاكل كويس واكل صحي وعلاج واهتمام وكده. انا حاسس باجواء رمضان بس انا مش حاسس بالسعاده اللي هم حاسين بيها. مش صايم يا جدعان. يا جدعان انا لقيت واحد فاصل اهو، والله واحد نزل اخر الطياره، مش عارف ده نزل في البحر ده ولا ايه. خلاص طلعنا اروح، انا بلعب تقييم اخذ نوك فينيش. ده لقطه بالنسبه لي بس انا بتكلم عن انه واقع حقيقه يا جدعان. الله يخرب بيتك عايشتني في المود فعلا. انا مدمن بابجي بس بلعب محاكي. معايا الموبايل بيلعب 90 فريم تقريبا، الشاشه عاليه ومش بعرف العب موبايل. صاحبي بيمسك التليفون بتاعي يقول لي انا لو معايا لكسر بيه الدنيا. اقول له يا صاحبي ماليش فيه يا ابني سيب لي سبب لي سن بدني. ثانيه واحده لحظه واحده من استنى. انا واحد منشل لي الفيديو ده عشان تبقى فاهم بيقول لي مش طبيعي اللي عامله فنان، فانا عاوز اعرف ليه. فضلك لحظه واحده. حاضر. ثانيه واحده مانيش داخل السين، لا انا بجرب سكه جديده فبهبل في المزيكا. على ربيع مش عارف مش مديني فرصه اتكلم. منك سيكا بماضي شيحه عادل امام. بركن البيجو نكش الشعر 160 سم غالي بس اقتصادي، ببيع دي اعلانات وناس ما تنفع. طبيعي عصبي لعبي انا دي نكدك ومش كده وبس. لا باش محفوظ بيضحي النهارده. فزك هبلي الاجابه دي اجري يا ابني سيب لي سبب لي سن بدني. سيب لي بدل ما تسيب لي هبلي. يلا يا عم الحاج يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. يا اسطى هو مظبوط ازاي الفيديو ده كده يا ابن اللعيبه؟ بس قسما بالله انا عارف يا اسطى ان الفيديوهات دي انتوا بتتمرمطوا فيها يا جدعان. الناس دي بتتعب في الفيديوهات والله، في المونتاج بالذات. قدروهم. بص اشترك، اعمل لايك، اعمل اي حاجه عنده فاهم، اتشعوذ عنده زي ما هتعمل عندي كده. وكده هنكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه برضو عندي، لان احنا قطرنا احنا بنتعب. صح انا كنت اوقف على كده، نسيت احكي لكم اللي بيحصل معايا يا جماعه. انا لسه جاي من اسيوط تمام، على السريع كده نحكي القصه الحزينه دي. والله العظيم انا وجاي لي برود اعصاب مش طبيعي، يعني اللي هو ايه عادي، مع ان انا عندي مصيبه. يعني رجلي تعبتني فجاه، ركبتي بسبب القعده اللي احنا بنقعدها دي. ده اول حاجه. حتى لما شغلي بره مش قادر اروحه، برضو بقعد اشتغل على مكتب وكمبيوتر، برضو مش قادر اعرف اعمل الكلام ده. الكلام مش عايز يطلع ليه. فانا تعبان جامد يا جماعه، وبقالي اسبوعين اصلا مش بتحرك خالص. ادعوا لي والله، محتاج دعوه الامه كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاني تبعد عني ما تقولش بعدك